طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يناقش الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. حملة ناجحة لمكافحة طيور الكيل للمهاجرة. فرع الاتحاد الوطني للمرأة في شمال البحر الأحمر يقيم أعماله. قادة الانقلاب بغينيا بيساو ينصبون رئيسا للبلاد. موسكو ترد بالمثل على وارسو بإغلاقها آخر قنصلية بولندية في البلاد. أكثر من 40 قتيلا جراء أمطار غزيرة وفيضانات في أنحاء سريلانكا. إلى التفاصيل. ناقش حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي استخدام وصيانة وتطوير الخدمات الاجتماعية مع سكان مديرية وسط دنكاليا يوم 23 من نوفمبر الجاري. وركز السفير محمد سعيد خلال اللقاء الذي جرى في أفنبا على الخدمات الاجتماعية بشكل عام وخدمات المياه والتعليم والصحة بشكل خاص، ودعا المواطنين إلى التجمع في مكان مركزي يتم اختيارهم من بين قراهم المتفرقة للاستفادة من الخدمات الاجتماعية الشاملة، مضيفا أن توسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية المتكاملة مسبقا يعتمد على استفادة المواطنين. وحث السفير محمد سعيد مانتاي المسؤولين المحليين على العمل بجدية لزيادة المشاركة العامة في برامج التنمية والعمل مع الآباء والمدارس لعلاج التسرب وانخفاض مشاركة الإناث في التعليم. ودعا مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ فساية كيداني أولياء الأمور إلى القيام بدورهم في زيادة مشاركة الطلاب بشكل عام والإناث بشكل خاص. وذكر مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السيد قبره والتسفاي بضرورة تعزيز برامج التوعية لأنها أساس كل وعي ونمو للشعب. واقترح المشاركون ضمان إمدادات معالجة أحواض المياه الجوفية وحل مشكلة الاتصالات الهاتفية بطريقة مستدامة ومواصلة الجهود التي من شأنها رفع الوعي العام. أعلنت وزارة الزراعة السيطرة على سراب طيور الكيل للمهاجرة في إقليم القاشبركة دون التسبب في أضرار بالمحاصيل. وأوضح مسؤول وحدة مكافحة الآفات بوزارة الزراعة سيد تدرس سيوم بأن التحذيرات والتحضيرات اللازمة قبل وصول الطيور إلى بلادنا والدوريات التي وجدت منذ سبتمبر ساهمت في أنشطة المكافحة. وذكر القيام بالاستعدادات المسبقة من توفير الطائرات والمبيدات الحشرية والوقود والاستعدادات الضرورية الأخرى التي تمت بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز مكافحة الجراد وإدارة مديريات إقليم القاشبركة والخبراء الزراعيين والجيش والمزارعين، مشيرا إلى أن عملية المكافحة كانت فاعلة. وأوضح القيام بعد الوصول الطيور إلى البلاد في أكتوبر بعمل استكشاف سيرا على الأقدام عن طريق الجو وتسيير دوريات على مساحة إجمالية تزيد عن 9000 هكتار في مديريات سني وقلوج وهيكوتا. وأضاف سيد تدروس أن العمليات نفذت بنجاح في حوالي 50 هكتار في منطقة تياناي و75 هكتار في ضاحية قسد بمديرية كلوج، موضحا تنفيذ مهام ناجحة ضد أكثر من 2,000,000 طائر الكيل بالرش بالطائرات وتدمير عشاشها في مديرية شامبوكو. وتقوم طيور الكيل الصغيرة المهاجرة ذات القدرة العالية في الطيران بالتنقل إلى بلد إلى آخر مسببة أضرارا في المحاصيل. ويقول الخبراء أن حوالي 1,000,000 طائر الكيل قادر على إتلاف ما بين 7 و10 أطنان من الذرة يوميا. وتتواجد طيور الكيل في المناطق شبه الصحراوية والأراضي العشبية والغابات الكثيفة في حوالي 25 دولة أفريقية. أفاد فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم شمال البحر الأحمر في الاجتماعات التقييمية التي عقدها يومي 24 و 25 من نوفمبر الجاري أن الأنشطة التي نفذها الفرع بالتعاون مع الشركاء في مجالات الزراعة والصحة والتعليم تحدث دفعة قوية في تطوير وتمكين المرأة. وتم مناقشة نقاط الضعف والمميزات التي طرحت في التقرير لأنشطة العام 2025 والتي قدمتها مكاتب الاتحاد بالمديريات.
وقدمت مسؤولة فرع الاتحاد بالإقليم السيدة جمعة راكب بدورها شرحا مفصلا حول الأنشطة التي ركز عليها الفرع في تعزيز تنظيمات المرأة ومحاربة زواج القاصرات والعادات الضارة بصحة المرأة، وتكثيف الدورة التدريبية والبرامج التأهيلية المقدمة للمرأة إلى جانب رفع الوعي السياسي والاجتماعي. وذكرت السيد جمعة على أهمية تضافر كافة الجهات المعنية لضمان مشاركة المرأة في كافة القطاعات التي تساهم فيها المرأة برفع الوعي العام، وخاصة وعي المرأة التي تعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي. وقدم المشاركون آراء واقتراحات للتركيز على توسيع مشاركة الإناث في التعليم وتنظيم الأعضاء الجدد بشكل جيد، إلى جانب العمل بجد لسد النقص في القوى البشرية التي تؤثر على الأنشطة بسلبية. قدمت محاضرة حول مفاهيم إدارة المستندات وأهميتها لمسؤولو المؤسسات المختلفة في مدينة عصر يوم 26 من الشهر الجاري. وأوضحت مسؤولة مركز الأبحاث والتوثيق في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيدة أزيب تولي أن خلفية مراكز البحث والتوثيق والوعي مفروض على مجالات التوثيق والإرشاد، إلى جانب أهمية إدارة التوثيق عبر المختصين. وذكرت السيدة زيب أن الوثائق تجسد مسيرة الماضي وتوضح نتائجه مع اختلاف محتويات وفئات الوثائق، إلى أن قيمة أي مستند تتزايد مع مرور الزمن بشكل واضح وفعال، مؤكدة على عدم دقة مقولة الملف أو المستند الميت. وحثت العاملين في مجالات الإدارة والحكومة الأخرى بضرورة اتباع أساليب تفتيش وتوثيق الوثائق بوعي، مشيرة إلى أن الإقليم يمتلك وثائق عديدة هامة. وأكدت السيدة أزيف في الختام بأنه سيتم تنظيم دورات تدريبية في هذا الشأن، نظرا إلى أهمية دور المعرفة في التعامل وإدارة الوثائق بشكل فاعل. عقد مكتب التعليم ندوة يوم 27 من نوفمبر بأسمر حول المفهوم العام للذكاء الاصطناعي وأهميته في النظام التعليمي. شارك في الندوة التي أشرف عليها الدكتور مدهاني ماريكوس الأستاذ المساعد في جامعة سانتياغو كاليفورنيا. شارك فيها نحو 500 من مسؤولي التعليم ومدراء المدارس والمسؤولين التربويين ومعلمي تكنولوجيا المعلومات في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الإقليم الأوسط. وأوضح الدكتور مدهاني بأن الذكاء الاصطناعي يشكل جزءا مهما من نظام الكمبيوتر الذي بدوره له إسهام كبير في خلق فرص متساوية للشعوب في جميع أنحاء العالم، ويجب استخدامه بالتعرف على أهميته الإيجابية ونتائجه السلبية. وأكد المشاركون على أهمية الندوة، مشيرين إلى دورها في تعزيز معرفتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي كلمته الختامية شكر مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي عبد الدكتور مدهاني ماريكوس على تقديم الندوة، وذكر جميع الجهات المعنية بالعملية التعليمية إلى العمل بجدية لزيادة معارفهم، لأن الطالب هم المشاركون الرئيسيون في الذكاء الاصطناعي. عقد فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعا مع مسؤولي مختلف المؤسسات للتركيز على تعزيز تنظيمات المواطنين يوم 26 من الشهر الجاري في مديرية فورو. وذكر مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السيد إدريس علي إن مشاركة المجتمع بشكل عام والكوادر بشكل خاص أمر ضروري، ويجب تعزيز دور المجتمع في استخدام وصيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية. واقترح المشاركون استئناف خدمات النقل المتوقفة لشركة حارات على خطوط فورو دانيلو وعدقيح أمولي، وفتح مدرسة داخلية في الموقع المركزي، وتوفير مواد البناء ومعالجة قضية الطاقة البديلة. وأشاد مدير مديرية فورو السيد عثمان عرفة ببرامج التنمية التي ينفذها المواطنين والجيش الشعبي، قائلا أنه على الرغم من تأخر فصل الصيف البحري فإن المزارعين الذين رووا وزارعوا مزارعهم بفضل السيولة التي نزلت من المرتفعات وأنها في حالة جيدة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
نصب جيش في غينيا بيساو اللواء هورتا أناتي رئيسا انتقاليا للبلاد، وذلك قضاة الاستيلاء على السلطة والإطاحة بالقيادة المدنية قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أجريت مطلع الأسبوع. وظهر أنت مرتديا الزي العسكري ومحاطا بمسؤولين عسكريين آخرين في أول ظهور علني له رئيسا في مراسم بثها التلفزيون الرسمي. وقال أن الانقلاب كان ضروريا لإحباط مؤامرة من تجار المخدرات للاستيلاء على الديمقراطية الغنية، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية ستستمر عاما واحدا ويبدأ فورا. وساد الهدوء وسط العاصمة بيساو مع انتشار الجنود في الشوارع وبقاء كثير من السكان في منازلهم حتى بعد رفع حظر التجوال ليلا، وأغلقت الشركات والبنوك أبوابها. أعلنت وزارة الخارجية الروسية إغلاق آخر قنصلية بولندية متبقية في روسيا ردا على إعلان إغلاق آخر قنصلية روسية في بولندا الأسبوع الماضي وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأبلغت روسيا السفير البولندي بإغلاق القنصلية بدءا من نهاية السنة الجارية ردا على قرار السلطات البولندية سحب موافقتها على عمل القنصلية العامة الروسية في غاندسك بدءا من 23 من ديسمبر للعام 2025 وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية. ورأت وزارة الخارجية الروسية أن قرار السلطات البولندية إغلاق قنصليتها إجراء عدائي صريح وغير مبرر اتخذ بذريعة واهية. تسببت أمطار قصيرة في انهيارات أرضية وفيضانات قاتلة وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا وأدت إلى قطع طرق رئيسية وعمليات إنقاذ طارئة بعدة مناطق. وأفاد المركز الحكومي لإدارة الكوارث بتسجيل 18 حالة من بين الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في منطقتي بوادالا ونواريليلا الجبليتين المعروفتين بزراعة الشاي والواقعتين على مسافة نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة كولومبو. وأضاف المركز أن هنالك 14 شخصا آخرين في إعداد المفقودين إثر انهيارات أرضية شهدتها المنطقة نفسها. وفاضت المياه في الكثير من الخزانات والأنهار ما ساهم في تعطل حركة السير على الطرق. وذكر مسؤولون أنه قد تم إغلاق بعض الطرق الرئيسية التي تربط بين الأقاليم. بدأ طاقم أمريكي روسي مكون من 3 أفراد مهمة في محطة الفضاء الدولية بعد إطلاقها إلى هناك على متن مركبة فضاء روسية. وانطلق صاروخ التعزيز الروسي سويز من قاعدة بيكونور الفضائية المستأجرة من قبل روسيا في كازاخستان لوضع المركبة سواز MS-28 في مدارها. وحملت مركبة الفضاء رواد فضاء في وكالة ناسا الأمريكية وزميليه الروسيين. وهبطت المركبة على محطة الفضاء الدولية ويتوقع أن يقضي الرواد الثلاث نحو 8 أشهر في محطة المدارية. وأعلنت ناسا أن الطاقم سيجري أبحاثا علمية وتجارب تقنية في المحطة بهدف تطوير استكشاف الفضاء البشري والمساهمة في تحسين الحياة على الأرض. عناوين النشرة مرة أخرى. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يناقش الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. حملة ناجحة لمكافحة طيور الكويل المهاجرة. فرع الاتحاد الوطني للمرأة في شمال البحر الأحمر يقيم أعماله. قادة الانقلاب بغينيا بيساو ينصبون رئيسا للبلاد. موسكو ترد بالمثل على وارسو بإغلاق آخر قنصلية بولندية في البلاد. أكثر من 40 قتيلا جراء أمطار قصيرة وفيضانات في أنحاء سريلانكا. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.